4 حاجات هاقول لكم عليهم لو عملتوهم، وحاجتين في آخر الفيديو لو بعدتوا عنهم هتاخدوا أحسن فترة راحة أو بريك ممكن تاخدوه، يصفي ذهنكم ويخليكم تعرفوا تكملوا مذاكرة بتركيز عالي أو تكملوا الشغل بتاعكم بإنتاجية عالية. إيه هما؟ الحاجة الأولانية هي إنك تبص بعيد، عينينا بتبقى مجهدة من كتر ما احنا عمالين بنبص لحاجات قريبة، سواء كان الكتاب أو اللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر. لما بتبص بعيد بتريح عينك شوية وما بتشيل الاسترس اللي عليها. رقم 2، شرب المية. لازم تبقى دايما هايدريتد، بتساعد على التركيز، بتساعد ان جسمك يبقى يعادل درجة الحرارة، بتعمل كل حاجة مفيدة. مهم جدا تشرب مية في البريك. تالت حاجة موف، اتحرك، قوم اتمشى في الشقة. لو انت في الشغل لو قادر تنزل تحت العمارة انزل تحت العمارة، لف. الحركة دي بتجري الدورة الدموية وبتنشط جسمك وبتخلي جسمك يتحرك ويفصل من الروتين اللي انت فيه. رابع حاجة اتنفس، دي مهمة جدا. عقلنا بيشتغل على الأكسجين، ولو احنا قاعدين في أوضة مقفولة لفترة كبيرة، والسلام لو شغالين التكييف هنا ولا هنا ولا قاعدين في مكتب في ناس كتيرة بتتنفس، الحاجات دي كلها بتقلل معدل الأكسجين. فمهم لو عايز ترفرش دماغك وتفصل، خد لك 5 دقايق كده، اطلع في اقف في الشباك، اقف في البلكونة، انزل لف تحت العمارة أو تحت المكتب علشان تدخل لدماغك أكسجين جديد. الحاجتين اللي تبعد عنهم هما: اول حاجة ما تطولش في البريك، خد بريك صغير 15 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي لما يضربها الدم. ليه؟ علشان لما البريك بيطول نص ساعة وساعة وساعات، في ناس ممكن تتفرج على فيلم في البريك، بيخليك تطلع من المود بتاع المذاكرة او تطلع من المود بتاع الشغل، وبيخلي البداية صعبة عليك تاني. فانت عايز تاخد بريك علشان ترفرش نفسك وتعرف تكمل، مش علشان تفصل نفسك وما تعرفش تكمل. فدي الحاجة الاولانية اللي نبعد عنها. الحاجة التانية اللي نبعد عنها هو ابعد عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالذات بقى حاجات اللي زي الانستجرام والتيك توك، في الحاجات دي في البريك اللي بتاخده بين الشغل او بين المذاكرة مضر اكتر ما هو مفيد. ليه؟ لان انت ممكن تلاقي نفسك اتفرجت على فيديو يقلب مودك، شفت اخبار سيئة، دماغك تعبت من كتر الفيديوهات اللي ملهاش علاقة ببعض اللي عمالة بتطلع في تيك توك ولا عمالة بتطلع في انستجرام. فمهم قوي 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 ان انت تبعد في ال15 دقايق اللي انت تاخدهم بريك دول عن السوشيال ميديا. اعمل حاجة تانية تانجيجك، اعمل حاجة تانية تشغلك تفصلك. جرب كده تلتزم بال6 حاجات دول على قد ما تقدر، وهتشوف ازاي البريك بتاعك بقى اكثر فاعلية وراحة، وبتطلع منه ذهنك صافي وقادر تكمل. افتكر دايما ان الدال على الخير كفاعله، فما تخليش الفيديو يقف عندك، وشيره وانشره مع ناس تقدر تستفاد بيه، سواء كان في شغلهم او في مذاكرتهم. وشكرا ليكم.